بالنسبه لمشكله مركز شباب شبرخيت دي مشكله حياه وموت. الاول وكانوا في اصحاب الارض كسبوا القضيه بحكم قضائي بات لا يجوز الطعن عليه. انا بالنسبه لي ليا مركز شباب شبرخيت. مركز الشباب بتاعي اصلا مكان مجلس الوحده المحليه ومكان موقف الاتوبيسات ومكان المساكن الشعبيه. ده اصلا ده بتاعي انا مركز الشباب بتاعي. عشان الدوله تيجي تاخده وتستغل بيه وتعمل بيه انشاءات وتيجي تاخد المركز الشباب اللي هو مقام عليه حاليا الدورات الموجوده حاليا دي والجمعيه العموميه دي كلها الموجوده ديت والناشئين والشباب ده كله الموجود ده هو المنفذ الوحيد لمركز شباب شبرخيت. ازاي الدوله تيجي تقول لك احنا هنسلموا ارض مركز شباب شبرخيت؟ اللي حصل كالاتي: الاول رحنا اعتصمنا في مكتب السيد المهندس خالد عبد العزيز عشان مشكله مركز شباب شبرخيت وحولها للسيد المحافظ، والسيد المحافظ قعدنا مع مكتب المحافظ مع الشؤون القانونيه للمدير الشباب والرياضه والمحافظه واتفقوا ان هم ياخدوا 4 فدانين مقابل فدانين. انا بقول له على جثتي يا سياده المحافظ لو خدت شبر واحد. ده المنفذ الوحيد لمركز شباب شبرخيت وشباب شبرخيت. المشكله الدوله عارفاها وحلها بسيط جدا. الدوله انتزعت ارض نادي شبرخيت منذ الستينات وعوضتها عن هذا المكان منذ الستينات، ولم تقم الدوله بالاجراءات القانونيه لنزع ملكيه هذه الارض، حتى قام اصحاب الاراضي برفع دعاوى قضائيه عديده وتم الحصول على حكم نهائي بنزع الملكيه والاستيلاء عليها. احنا مع الاهالي ان حقهم ياخدوا ارضهم ويتعوض عنهم، لكن الدوله في النهارده انت خدت ارضي منذ 50 سنه، عوضت شبرخيت عن ايه؟ عوضت شباب شبرخيت عن ايه؟ كل جيل شبرخيت من الاربعينات والخمسينات خرج ولقى هذا الملعب الموجود ويعرف باسم مركز شباب شبرخيت وقبلة الرياضه في شبرخيت لشبرخيت وقرى شبرخيت. فالنهارده الناس المسؤوله وسياده رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي وابراهيم محلب وكان الناس كلها رياضيين وعسكريين ومسؤولين وسياده محافظ البحيره، اسهل حاجه عوض اصحاب الاراضي عن قيمتها ودينا ارضي. لكن عشان تشتري ارض جديده بهذه المساحه وتنزع ارض زراعيه وتوصلها للمرافق هتهدر حوالي 10 فدادين، وبهذا الجو وبهذه المساحه مش هلاقيها في شبرخيت بالكامل، مش هلاقيها في محافظه البحيره بالكامل. النهارده اصحاب الاراضي اشتري منهم الاراضي زي بتشتري اي منفعه عامه للدوله وانهي المشكله. لكن النهارده شباب شبرخيت يروح فين؟ انت عاوزين تضيعوا الشباب النهارده المخدرات والهلوسه ولا عاوزين تودوا فيهم ايه؟ هي دوره رمضانيه بتتعمل سنويا بتجمع قرى شبرخيت كلها ومراكز شباب القرى بيلعبوا فيها في الدوره ديت، وبتقدم لها هدايا بسيطه رمزيه مقدمه من بعض الشخصيات العامه في شبرخيت بجانب مجلس الاداره بيساهم ببعض الاجور الرمزيه للعاملين بالدوره. المهرجان دوت احنا عاملين مهرجان في شهر رمضان. المهرجان ده انشطه ثقافيه ورياضيه ودينيه، يعني كان عندنا اول النهارده مسابقه حفظ قران كريم وتوزيع جوائز وكانت حفله كبيره، وكان في النهارده برضو نهائي الدوره الخماسيه في كره القدم كبار السن، وكان في برضو نهائي الدوره كره القدم للشباب، وكان في براعم من مركز شباب شبرخيت بيمارسوا النهارده نشاط. يعني كل النهارده كان يوم حافل انشطه كل المجالات، ودي دور مركز الشباب اللي بتقدمه في ظل وجود الوزير المحترم المهندس خالد عبد العزيز اللي بيشجع الكلام ده. والله الحمد لله احنا كل سنه لازم في رمضان لازم بيكون في احتفاليات. النهارده كان في احتفاليه للناس اللي هم فوق السن اللي هم كبار السن، عملنا اللي هي دوره خماسيه، والشباب كان في نهائي الشباب، وكان في احتفاليات بتبقى في رمضان دايما مناسبات دينيه، احتفالات ثقافيه. فلازم في رمضان لازم الشهر الكريم ده ما يعديش كده، لازم يكون في مناسبات. الحمد لله رب العالمين مركز الشباب بيقوم بيها لازم كل سنه، والحمد لله رب العالمين ان ربنا عدى اليوم النهارده على خير وشرفتونا وشرفت شبرخيت كلها. بنتمنى الشفاء للاستاذ عبد الناصر زيدان طبعا، وكنا بنتمنى انه يشرفنا، لان المهرجان بصراحه كان ناقص الاستاذ عبد الناصر، وليه معانا كان هيخلي المهرجان افضل من كده. طبعا بنتمنى له الشفاء وربنا يبارك لنا فيه طبعا. ولازم في الاول اشكر الاستاذ طبعا اسامه طبعا اللي وجد حضرتك، والاستاذ محمد الشناوي، وطبعا الاستاذ عبده طبعا اللي شرفونا ونوروا مركز شباب شبرخيت. والمهرجان ده احنا على فكره دي حقيقه من ضمن الحاجات اللي بنعملوها على طول في مركز الشباب. وعلى فكره مركز الشباب ده من انشط مراكز الشباب على مستوى مصر.
والله بنعمل حفلات فيها استاذ اسامه، حاجات جميله. ومركز الشباب ده هو المتنفس الوحيد لمركز شباب شبرخيت وجميع ابناء شبرخيت، هو بيخدم حوالي 40 قريه وحوالي 20,000 شاب. فعندنا لعبات كتيره وعندنا شباب ياما وعندنا نشاط كوره وعندنا زي ما حضرتك شفت انت والاستاذ محمد والاستاذ ايهاب، عندنا حاجات جميله وعندنا نشاط كويس. والدوره ديت يعني كان نفسي برضو هكررها لحضرتك في المره ان الاستاذ عبد الناصر يشرفنا عشان يشوف مركز الشباب على طبيعته ويشوف الناس هنا ويشوف الوضع. احنا ما نقدرش نعيش من مركز الشباب ده بصراحه. بعد مهرجان رياضي متميز لا يسعنا سوى أن نضم أصواتنا لأصوات مجلس إدارة مركز شباب شبرخيت ومطالبة الوزير المهندس خالد عبد العزيز ببقاء الأرض في أيدي مركز الشباب كونه المتنفس الوحيد لأبناء شبرخيت. كان معكم من داخل مركز شباب شبرخيت أسامة عقدة لكرة بلدنا، قناة القاهرة، التلفزيون المصري.